تاهل والله استاذ ياسر، الله يمسيه بالخير العافيه. وايضا سلطان الوهيبي ايضا لا انسى شكره صراحه، رجل بذل واشتغل على التنسيق وكتابه السكريبت، واشتغل والله يعطيهم العافيه شباب المنطقه اللي يطلع هالبرنامج بشكل جميل والله. الله يجزاهم خير. تعطينا الانشوده او الشيله اللي بديت فيها البدايه. أنا اتفقت مع أخوي عبد الله أن الإنشاد عليه والقصيدة علي اليوم. وراه لا نبيكم كلكم لا شاعر، أنتم قلتم الشاعر ما قلتم المنشد. طيب عطنا أي شيء يا زاهي. بعطيكم شيء إن شاء الله. لكن القصيدة يقول اللي هي كانت البداية، أنا سألني الأخ الفاضل. يقول يا هاجس صدق ممكن. يا هاجس الفكر سريته سراني، راح عني شوية يرجع شوية، بعض الهواجيس تنصاني وتنخاني، تقول وقف هنا الخطة السياسية، ترى مسير الطريق شوي لو زاني، ركز وش الفرق عن روحتك والجيه. الوقت ما يرحم المجني ولا الجاني، حتى الخوي خوته صارت جنائية. لبيه يا هاجس جاني وصحاني، يقول لك نية وصاحبك لهنية، يا كثر صدقاني ويا كثر عدواني، ناس صدقت لي وناس ما صدقت لي، وفلان ما هو مثل فلان وفلان وفلان وفلان، والقصة فلانية شرحت موضوعها باسمي وعنواني، عنوانها خوة ما هي بساسية، ما كل من يضحك بوجهي وخواني، ما أقول هذا الخوي وأقول يا حيه الخو اللي ما ترفع قدري وشاني، البعد عنها يصير أكبر فخر لي. راعي المثل ويش قال لساني إحصاني حسناتها الحسنة وزلاتها. راعي المثل ويش قال لساني إحصاني حسناتها الحسنة وزلاته السيئة، لو يشره القاصي ولو يشره الداني، يمشي ملك واثقل خطوها أمامية. كم طيب قال طيبي وين وداني، تمشي معي ناس وتحفر القبر ليه، يرحب جيت ورحب الياجاني، أثره بالمصلحة وانت بحسن نية، غرك بوجهه وطعنك بوجهها الثاني، ويجحد جميلك إلى من خذا شيه. الطيب في عصر بوي وعصر جداني، والوقت هذا الردى 90%. ما شاء الله تبارك الله، صح زين هذا بوجودكم ما شاء الله تبارك الله. وشلون هذه كانت البداية طبعا. وشلون هذه أول قصيدة لحنت هذه أول قصيدة قريبة لي يعني، ولا كان لي بدايات، لكن هذه القصيدة اللي أجبرتني إني أتجه للساحل. ما شاء الله طبعا. إذا هذه البدايات عاد ما شاء الله تبارك الله، ما هذه من دافع طبعا. ما شاء الله هذه أغلى تبارك قصيدة طبعا لي. الله يوفقك. على كذا في لك يعني من جماعتكم شعراء الحمد لله بحور شعر. وشلون؟ سم السؤال. أقول فيه من جماعتكم شعراء يعني يعني جاك وراثة أو يعني والله خوالي شعراء وربعي كلهم شعراء، ولكن أنا أقول الشعر موقف. أنا بالنسبة لي الشعر موقف، أنا شاعر وابتديت في الشعر، لكن القصيدة سويها الموقف. صحيح. غير الموقف صور أو وحي خيال تطلع من قلبك. أي وحي خيال وصورة وكذا. لا أنا بيها ما شاء الله واضح من القصيد أنه يعني ما شاء الله تبارك الله طالع من قلبك، لأنه صراحة أنا شخصيا أثرت علي القصيدة اللي قبل لا شوي. روعة روعة جدا روعة صراحة. حتى ألقاء أستاذ زاهي بشكل يعني رائع فعلا. ما شاء الله عليك الألقاء وطريقة الإقناع والأبيات. حتى أنا بديت أردد أسبق بيتك لأنه من السهل الجميل يعني. ما شاء الله عليك. الله يطول عمرك يا شهادة، تشرفني منك من يا بعد راس. ما ودك تسمعنا شيء له؟ ودنا حضرنا شوي، نبي نشعل الجو. أم الوفا ما أحد يساوي غلاها، عندي غلاها غير والكم غلا غير، يسعد صباح أمي ويسعد مساها، صباحها خير ومساها مساء خير. هذه بيتين ومهما كتبنا في الأم أكيد قبل الوطن وبعدها الوطن هذا لا يمكن نوفي. الله يطول بعمار أمهاتنا على خير يا رب. لكن علي بما أنه يعني تو قاعد نتكلم عن الإحساس كذا، نتكلم شوي عن الإنشاد يعني حول الشعر. يعني دائما المنشد أفضل شيء بالمنشد أو المنشد نفسه أنه يحاول يؤدي أدواره ويؤدي ألحان تكون راكبة على صوته. أكيد. أحيانا يجيك منشد تحسه مو براكب على الشلات، فيؤدي شلات
فتطلع الشيلة مرة يعني ما ضابط على صحيح صوت. لكن إذا المنشد أدى اللون اللي هو يجيده راح يضرب بقلوب المشاهدين بإحساس. أكيد صحيح. بإحساس يعني بغض النظر عن الكلمات أو عن الأداء العمل، لكن الإحساس يصل. أنا عشان كذا ما أعتب على الشيلات أبد لأني ما أعرف له، لأنك ما حسيته لأنك أنت أصلا منشد يعني. هذا هو. لا شوف، هي القصائد مثلا تجيك قصيدة مدح حلو مثلا أوبريت أو بعضهم يعطيها لحن حزن على شكل رثاء وكذا، هذا ما يغير السالفة. موضوع القصيدة هو اللي يجبر على اللحن المناسب لها. صحيح طبعاً. أكيد طبعا. القصائد إحساس طبعا. عبد الله، أنت وشلون اكتشفت أنك منشد؟ وش الموضوع يعني؟ والله حلو سؤالك هذا. طبعا أنا منشد أبو شبوه أبو أنا علي أبو محمد. أبو محمد. فأنا أنا كنت بأيام الصغر كل فكري يدور حول كرة القدم. كان هذا هو. كانت عندي موهبة الصوت، لكن بالبداية ويمكن أبو سلمان يذكره كان التقليد، يعني كنت أنا أجيد التقليد الأصوات رغم أن الحين انعدمت تماما قبل أني أجيد الإنشاد. فكنا مناول يعني بقناة المجد الناظر إشارات البداية وكذا أول ما يبدأ المسلسل وكذا، فكنت أؤدي نفس اللحن أو الدور اللي ينشد المنشد بالبداية. إلى كان يعني بجنبي أخوي يقول يا أخي صوتك كأنه زين شوي، فيضحك ويشاور يقول صوته كأنه زين عبد الله. ما شاء الله. فمن المنطلق هذا ومن المنبر هذا يمكن بداية. طبعا أنا اكتشفت صوتي مؤخرا، يمكن عمري الآن 24، يمكن اكتشفت إني منشد بعمر 20. ما شاء الله تبارك الله. طيب سمينا يا عبد الله، خلينا نشوف المشاهدين يحكمون عليك. مشكلتي اني ما احفظ، انا مسجلهم بالجوال. لا تدخل جوالك ما ادري، قال لي الشيخ هذا دخلوا ولا تطلعوا الا جيت. لا ما عليك منهم طلعوا، بس لا تدخل تويتر وذا صدى يا ما عليك. عاد يضبطونه ولا اي ما عليك. منيب حال الهوى حال كل يوم فيك بحال، لو الصبر بك طال بكرة الفرح تلقاه. لا تشتكي وتلوم، عمر الحزن ما يدوم، والعمر في كم يوم حتى تعيش أباه. لو في كثير عيون تسأل تقول شلون، قول الهوى مجنون بحر صعب مرساه، واكبر على الجراح ما راح يعده راح، من في الهوى مرتاح ويا للذي يهواه. اللي نساك انساه، واللي هواك هواه، واللي قدر فرقاك تقدر على فرقاه.